عبرت صحيفة لوموند الفرنسية في مقال نشرته تحت عنوان لعبة التوازن الحساسة لفرنسا في المنطقة المغاربية أنه من المتوقع أن تكون سنة 2023 دقيقة بالنسبة للرئيس الفرنسي في علاقاته مع شمال إفريقيا، حيث سيتعين عليه إظهار توازن دقيق بين المغرب والجزائر، كيف يسترضي أحدهما دون أن يفقد الآخر في ظل التوتر بين الجزائر والرباط، والذي وصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في صيف 2021. ففي وزارة الخارجية الفرنسية هناك مقولة تلخص موقف باريس، وهي: الرئيس الفرنسي يبدأ بالجزائر وينتهي بالمغرب. كيف أن تطور السياق الاستراتيجي الإقليمي بالإضافة إلى بعض التغييرات في الدبلوماسية الفرنسية أعاد تشكيل المشهد، ويتعين إيجاد نقطة توازن جديدة، ويبدو الاختبار محفوفا بالمخاطر، تقول صحيفة لوموند. واعتبرت ذات الصحيفة أن الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط، والتي من المفترض أن تتم في الربع الأول من العام الجاري، ستعطي مؤشرا قيما على إعادة التقويم التي قررها الرئيس الفرنسي. فهذه الزيارة مرتقبة بقوة، إذ يفترض أن تنهي مرحلة جليدية في العلاقة الفرنسية المغربية تمثلت في سلسلة من الاحتكاكات، منها أزمة التأشيرات، موقف باريس من ملف الصحراء، رهان إيمانويل ماكرون بالجزائري، والتي غدت الأزمة بين العاصمتين. وقد ساعد على دفء العلاقة إلى حد ما الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية إلى المغرب، وأعلنت بهذه المناسبة رفع القيود المفروضة على التأشيرات، ردًا على عدم رغبة السلطات القنصلية المغربية في إعادة المهاجرين غير النظاميين غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك مع تفعيل الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالخبر. شكرا على المتابعة.